هادو واحد جوج خوت ماتوا والديهم وبقاو هما بجوج. كاينه بنت وكاين ولد. البنت هي الكبيره والولد هو الصغير. ملي كان والديهم تيموتوا نفس الوصيه عطاوهم: تهلاو في بعضياتكم، ما تفرطوش في بعضياتكم، خليو الشمل مجموع. داكشي اللي كاين. ماتوا اخوتي الوالدين وبقاو دوك الخوت هازين بالوصيه ديال والديهم مهلين في بعضياتهم. ناض الاخ قال لختو: شوفي، انا غادي نخرج من القرايه وغادي نمشي نخدم باش نجيبو ما ناكلو. قالت ليه: لا، انا اللي غادي نخرج نخدم وانت غادي تكمل قرايتك. بقى مني منك حتى السيد حتى الدري تصنت لختو. داكشي اللي كاين. خرجت هي خوتي كتخدم، المهم كتدبر في الماكله هنا، المهم في كلشي راكم عارفين مدبره المنزل. والاخ كمل قرايته. مشات ليام وجات ليام، الاخ قرا وتوظف، ولا تا هو عنده الخلصه ديالو اللي موكله الخبز كيف تيقولوا الناس. جا عند اختو قال لها: بغيت نتزوج. قالت له: تزوج اخويا. بالفعل تزوج السيد، جاب مراته للدار ديال الوالدين وديالو وديال اختو. جاب مراته للدار، جالسين السيمانه الاولى السيمانه الثانيه. ناض المشاكل، ولا كيدخل السيد من الخدمه كتلقى ليه مراته بالزعيق وبالنقير وبالصداع. تيمشي عند اختو يسولها شنو كاين. مراته تشكى، اختو تشكى. السيد تحط ما بين نارين: اشنو غندير؟ غادي نجري على اختي من الدار، حيت ما يمكنش مراتي هي اللي كتنوض هاد الصداع كامل، ما يمكنش مراتي هي اللي كدير هاد الفتنه كامله. غادي نجري على اختي من الدار. داكشي اللي دار. جا لعندها قال لها: جمعي حوايجك وخرجي عليا بحالك، ما بقى عندك فين غتعيشي معايا. فين غادي نمشي خويا في هاد الليل؟ ماشي شغلي. جمعي حوايجك وخرجي في حالك. في واحد النهار اللي هو نقول لكم بارد، شتا كتصب، والليل نهار اللي ما يصلحش فيه الخروج، ما عندك فين غتخرجي، تخرجي يدك غادي تجمد. ايوا مسكينه جمعت حويجاتها وخرجات اخوتي في حالاتها. وبقى داك الاخ البال ديالو هاني وراقد على جنب الراحه. ايوا ديك الدريه مسكينه خارجه كتلاوط: ها هي هنا، ها هي هنا، ها هي هنا، عارفه فين تمشي، ما عندها لا حنين لا رحين. عندها سيدي ربي سبحانه وتعالى اللي حتى شافها واحد السيد، شاف فيها ديك الانوثه، شاف فيها ديك المراه الطيبه، شاف فيها ديك الزوجه الصالحه. جا لعندها وقال لها: مالك يا هاد المراه، اشنو واقع عليك، اشنو اللي لاحك هنا؟ قالت لي: ودي كنت عايشه في دارنا انا وخويا تزوج، ودابا ملي دار مراته ما عرفت شنو قالت ليه عليا، وراه خويا لاحني للزنقه. انت كتشوف. قال لها: شوفي، انا غادي نتزوج بك، شنو ظهر لك؟ انا معقول وداخل سوق راسي، المهم كتعرفوا. قالت له: واخا. تزوجت بها خوتي وداها سكنوا في واحد البلاصه اخرى، وبقات الامور غدا بحال ما هكا لمده ديال 15 عام. راه ماشي 5 سنين ولا 5 ايام، ولا المده ديال 15 عام. واحد ما كيمشي عند واحد. داك الاخ صافي تلها مع مراته، تلها مع ولادو، تلها مع شغالاتو. هي كذلك ومثال: خويا جرى عليا، خويا ما فكرش فيا، خويا دار خليه يعيش حياته مع مراته. اللي حتى لواحد النهار داك الاخ هو يتفكر الوصيه ديال الوالدين. 15 عام يلاه تفكرتيها، يلاه تفكر ديك الوصيه ديال الوالدين. هزو الشوق ديال اختو، قال: غادي نوض نمشي نقلب على اختي فين كاينه ونصيل معاها الرحيم. داكشي اللي دار اخوتي. ناض مشى تيقلب هنا، تيقلب لهي، تيقلب هنا، البلاصه اللي سول قول: ما ودي ما كايناش هاد السميه هنايا، هاد السميه ما كايناش، انا ما تنعرفوش هاد السيده هادي هنايا. بقى تيسول اخوتي ويقلب يسول ويقلب اللي حتى لقاها. وصل اخوتي لعندها للدار ديالها، دق الباب، حلات ليه الباب، شافتو بلا ما تفكر بلا ما تردد ما والو، تلاحت عليه ضربتها ليه بتعنيقه. تا هو كذلك ومثال، تباكاو حتى عياو، تنخسو حتى عياو. دخلات اختو للدار ديالها، عندها وليداتها، جلسوا اخوتي تيهضروا تيتحدثوا. قال لي: انا راه جيت، قلت
محال واش غادي تحلي عليا الباب اصلا الا شفتيني، محال واش غادي تدخليني. كتعرفوا الميمات راه كبدتهم هشيشه، وحتى الاخوات كبدتهم هشيشه. شتي لا عندك اختك سير عندها وحضنها، راه بحال حضنتي ميمتك الا ميته، هادي راه ما كاينش الفرق بيناتهم. شتي لا عندك اختك في هاد الزمان عايسر عنكها وحضنها، راه بحال عنكتي امك. ايوا بقاو تيتهاودوا بيناتهم ونساو روسهم. شويه حتى تفكرت قالت له خويا ويلي انا نسيتك، غادي نوض نمشي نجيب الضيافه لخويا. ناضت اخوتي مشات للكوزينه، قالت له ها انت قعد انت وليداتي هنايا، انا غادي نمشي نجيب شي حاجه تكال وشي حاجه تشرب لخويا. بالفعل بقى داك الاخ تيلعب مع وليدات اختو، تيلعب هنا تيلعب هنا، واحد شويه وهو يحس بواحد النخسه شداتو في قلبه، وكاين مع ديك النخسه نيت زيراتو، هو يتكى بحال ما هكايا على ظهره، ومول الامانه دا امانته. سبحان الله العظيم. شوفوا 5 سنين 15 عام ديال الفراق، وشوف اخوتي الموت فين هزاتو، وشوف اخوتي الموت فين غيموت. علاش ما ماتش في دارو مع ولادو حدا مراتو الظالمه؟ الا خوتي هزاتو اخوتي الموت حتى لعند اختو، وحضناتو وعنقاتو وبكاو حتى بردو، وطلب منها السماحه، وقالت له اخويا شوف انا مسامحك دنيا واخره، ما عندي شي واحد اخر في الدنيا من غيرك. الشيطان دخل بيناتنا، خاصنا نعلوه ونخزيوه، وترجع الامور بيناتنا كيف كانت، وتعرف على ولاد اختو ولعب معاهم واحد شويه. ومول الامانه دا امانته. رجعت اخوتي اختو من الكوزينه وشافت خوها، مول الامانه دا امانته ما بكاتش، فرحات، قالت شوف سبحان الله العظيم خويا اختارني وجا حتى لعندي، ومول الامانه دا امانته. العبره خوتي من القصه وهي ما تقطعش صله الرحم مع اختك. العبره خوتي من القصه وهي خلي داك الرابط بينك وبين اختك، داك الخيط اللي بينك وبين اختك خليه يكون قوي، ما تخليهش يكون راشي. ما كنهضرش انايا هكاك فولانطي، تنهضر داكشي اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلة الرحم ما خاصهاش تقطع. راه واخا تصلي، واخا تصوم، واخا تصدق، واخا ما عرفت اشنو دير في الدنيا، ولا كنتي معادي والديك، معادي خوتك، معادي عمامك، معادي خوالك، الله يستر ما مقبولش، راه واخا ما عرفت اشنو دير، هادشي كلشي هاد الاعمال اللي درتي راهم كيبقاو موقفين. هانت من الصادقين، من الصائمين، من اللي كيزكيو، من كل شيء، ولكن راك ناسي حاجه اللي هي مهمه في الحياه، وهي صله الرحم. وشوفوا هاد السيد 15 عام وهو مقاطع مع اختو، هزاتو اخوتي الموت، قال علاش ما نمشيش، وشو شحال من يوم هو تيقلب عليها، راه ماشي نهار ولا يومين، شحال من يوم هو كيقلب على اختو، اللي حتى لقاها وقال لي اختي ما نصحابليش، غادي تحلي عليا الباب وغادي تحضنيني دوك الاحضان. الشوق لا هو لا هي مشتاقين لبعضياتهم بزاف، وشموا ريحه بعضياتهم وريحه الدم وريحه الوالدين، هو شم فيها ريحه مو وهي شمات فيه ريحه باها. وخلي اخوتي صله الرحم بيناتكم ها وكتور، الا عندك شي خت وحده ولا جوج ولا 3 ما تخسرش ليهم الا كانوا عندك الوالدين ميتين، راه اختك في مقام امك. وهنا خوتي خواتاتي نتمنى من الله يكون الميساج وصل، وتكون هاد القصه فهمتوها اشنو كتعني. ولا عجبتك القصه ما تخليهاش عندك، بارطاجيها مع مع حبيبك، مع صديقك، مع صاحبك، مع اختك، مع اخوك، حتى هو غادي يعطيها لواحد اخر وغادي تستافدوا منها كعبره ماشي للفرجه.